قعدت افكر وامخمخ اعمل لكم وصفات ايه تكون سريعه وما نقفش كتير في المطبخ. يلا بينا نشوف وصفه النهارده خطيره. 3 صدور من الفراخ متقطعه مكعبات بالشكل ده، والبهارات معلقه من كل حاجه هقولها: توم باودر وبصل باودر، 7 بهارات كاري، وبهارات فراخ وبابريكا، وايه تاني، ولو في فلفل اسود حطي، معلقتين من الزبادي وقلبي. يا ريت يفضل تسيبيها ساعة في التتبيلة، بس ما كانش عندي وقت، فجبت الطاسة وحطيت فيها شوية الزيت ونزلت بالفراخ بتاعتنا الجميلة دي. قعدنا بقى نشوح لحد ما أخدت اللون الذهبي الخطير الجميل اللي قدامكم ده. خلصنا الكمية بالشكل ده، سيبناهم على جنب ويلا بينا نشوف الباقي. جبنا طماطماية كبيرة وفلفلاية خضراء وقطعناهم مكعبات، معاهم معلقتين خل و3 فصوص من الثوم المفرومة، و5 بطاطسات متقطعين مكعبات عشان هنقليهم. واحنا بقى بنقلي البطاطس قلنا ايه؟ نجري ونروح نعمل باقي الوصفة. جبنا حلة حطينا فيها شوية زيت ونزلنا بالثوم والخل. انا عايزة الثوم يطلع ريحة بس، مش عايزاه ياخد لون. بعد كده هنزل بالطماطم والفلفل اللي كنا مقطعينهم، شوحي شوحي لحد ما الايه، ما الطماطم تنزل ميتها. تبلي بملح وفلفل اسود فقط لا غير، وسبتهم 10 دقايق على النار. بعد كده ضفت عليهم الايه، الصدور بتاعت الفراخ، قلبتهم مع الايه، مع التتبيلة كده. وبعدين استنيت 10 دقايق كمان ونزلت بالبطاطس، واستنيت 10 دقايق كمان. وبعد كده بقى جبنا الصينية بتاعتنا ورصينا الخبز الخطير ونزلنا بالشيش الطاووق مع الايه، مع البطاطا. انا سميتها شيش طاووق مع بطاطا لان هي خطيرة. من غير بقى ما نجيب عيدان الخشب ونعمل الايه، الدربكه اللي بنعملها، ما عندناش وقت بقى للكلام ده، احنا عايزين اكل سريع. قطعت بقى بصل جوليان مع سماق مع بقدونس وزينا الوش. ممكن تاكليها مع مكرونه، بس انا فضلت ان احنا ناكلها بالعيش، ودي اكلة المستعجلين وهايله وخطيره. يا ريتكم تكونوا معايا عشان تشموا الريحه فظيعه. بصوا الشكل مغري. يلا قوموا اعملوها، وما تنسوش تقولي له رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب زي ما بقول لكم كل مرة. يلا بينا بقى نقول بسم الله وندوق. يلا. مم. خطيرة، خطيرة الطعم، والفراخ جوسي لأبعد حد. خطيرة. ما تنسوش اللايك. باي باي.